السلام عليكم. في الفيديو ده هنحكي سيرة أمير مملوك اتحول من عبد إلى أمير عظيم اتعرف عنه الكرم والشجاعة وحبه للفقراء وتعظيمه لأهل العلم، وانتهى أمره بأنه اتذبح داخل سجنه. في الفيديو الأخير اتكلمنا عن المنشأة المعمارية اللي بناها لنفسه في شارع باب الوزير، وهنكمل حكايته في الفيديو ده إن شاء الله. هو الأمير أيتمش بن عبد الله الأسندمور البجاسي الظاهري، كان أحد مماليك الأمير أسندمور البجاسي، وبعد كده دخل في خدمة الأمير سيف الدين برقوق، وزاد شأنه بعد تولي برقوق السلطنة، فترقى في المناصب لحد ما أصبح أتابك العسكر في الديار المصرية. وأرسله السلطان بعد كده لإخماد تمرد حصل في الشام بقيادة الأمير يلبغ الناصري، ودارت معركة بين أيتمش ويلبغ انتهت بانتصار يلبغ وأسر أيتمش وحبسه في قلعة دمشق. وفي الوقت ده اتخلع سلطان برقوق من السلطنة واتحبس، وبعد فترة خرج من حبسه واستعاد سلطنته من جديد وأفرج عن أيتمش وأعاد عليه منصبه مرة تانية. وقبل وفاة الظاهر برقوق أوصاه إنه يكون مدبر شؤون الدولة في عهد ابنه فرج ابن برقوق. وعشان تعرف باقي الحكاية استنوني في فيديو تاني إن شاء الله. أي ما شاء الله، أي ما شاء الله. أي ما شاء الله.